طبعا كلنا عندنا مشكله في التفكير في قاعه الفرح، بنبقى مش عارفين ناخد اي قرار. قلت النهارده انزل اتمشى، وانا بتمشى لقيت نفسي واقفه قدام النسر. صورت كام صوره كده في اجواء الشتاء الجميله. بعد كده حسيت ان عايزه اشرب حاجه، بصيت على يميني لقيت شيل اوت، رحت جري على هناك عشان اشرب حاجه. دخلت كافيه اسمه كافيه اروما، حلو قوي والديكور بتاع كريسماس حلو قوي. بعدين قعدت عشان اشرب حاجه، لقيت صاحبتي داخله عليا سلمت عليا، وبعدين قالت لي انت بتعملي ايه هنا؟ قلت لها اني نازله ادور على اماكن افراح وكده لان كله بيسالني. قالت لي ان في مكان جاردن كبير قوي اسمه قاعه بيرلا بعد شيل اوت ب3 دقايق بالظبط. قلت لها طب يلا نروح، وخدتها عشان نروح نبص على المكان. قالت لي لا خلينا بكره الصبح تشوفيها فيها حفله تبقى احلى. دلوقتي وصلنا للقاعه وطلعت المسافه بينها وبين شيل اوت 3 دقايق بالظبط. بصراحة ما كنتش متخيلة انها تبقى بالجمال ده لان كان فيها فرح بديكور خشب كان خطير قوي. ولما سألتهم ان الديكور ده القاع الاساسي قالوا لي الديكور على حسب كل مناسبة باختيار العميل. واتفاجئت ان هم بيجهزوا روم للعريس والعروسة، والتفاصيل عندهم كتيرة جدا وجميلة قوي، وعاملين باكيجات واسعار هتعجبكم. هسيب لكم التفاصيل في اول كومنت. هسيبكم تتفرجوا على حلاوة وجمال المكان، وفيه مفاجأة حلوة قوي. لو اخدتوا سكرين للفيديو هيكون في خصم حلو قوي ليكم، وكمان هيختاروا حد من الكومنتات اكتر حد يعمل منشن او يعمل شير للفيديو هيكسب حاجة في الفرح فري. هسيب لكم رقم الحجز والتفاصيل بتاعة القاعة في اول كومنت.